اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء البنور على عيون أحلى متابعين. بحبكم جدا في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويديمكم كده على طول ليا، وتكبروا القناة والقناة تتفاعل بيكم، آمين يا رب العالمين. لو وصلتوا لحد هنا يا حبايبي متنسونوش في اللايكات والاشتراكات وانضمامكم ليا القناة، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. صلوا بينا على النبي وتعالوا نقول لكم انا بعمل ايه. بصوا يا حبايبي، انا كنت ابويا طلب مني اللي انا اعمل له كيكه. اعملها له امتى؟ يوم نجاح ابني يوسف، والحمد لله نجح. هو في تالتة اعدادي والحمد لله نتيجته بانت والحمد لله نجح وجاب مجموع حلو. فكنت معديه اللي انا اعمل له كيكه، بس ايه، انا طولت عليه الغيبه شويه يعني. فبيني وبينكم قلت بقى ايه، ما بدهاش، قومي بقى انا اعملها له ونروح ايه نفرحه. وطبعا طلبات ابويا او امي اوامر، وعلى عيني وعلى راسي. المهم، صلوا بينا على النبي، صلوتوا بينا على النبي، صلوتوا بينا على النبي. طبعا تعملي كم مقدار؟ انا هنعمل صينيتين قدامكم، والصينية التالتة انا عملتها بس مش قدام الكاميرا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اللي انا بعمله دلوقتي ده مقدار صينيتين، ماشي. حطيت 4 بيضات، عليهم حبة فانيليا، يا اما سايلة يا اما بودر على حسب اختيارك انتي للفانيليا. وحطيت معلقة خل كبيرة وكوبايتين لبن وكوبايتين ونص من السكر، عشان انا ابويا بيحبها مسكرة شوية. انت عايزة تحطي كوبايتين سكر، انت وراحتك، ايه على حسب السكر اللي انت تحبيه. عايزاها مسكرة كتري السكر، عايزاها مش مسكرة قللي السكر. ورحت واخدة نص كوباية زيت ونص كوباية سمنة، خلطتهم الاتنين مع بعض وحطيتهم برضو في قلب الخليط. رحت واخدة الخليط ده كله ورحت ضرباه في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. صلتوا بينا على النبي، صلينا بينا على النبي. ورحت جايبه الطبق اللي عندي البلاستيك زي ما انتوا شايفين كده، او اي طبق انت عندك، يعني مش شرط اللي هو يكون بلاستيك، ممكن يكون ازاز، ممكن يكون ألمونيا، على حسب ايه الموجود عندك. ورحت حاطه فيه 4 كوبايات ونص من الدقيق. زودت نص كوباية دقيق، طبعا هي صينية بتاخد كوبايتين، انا هنا زودت نص كوباية دقيق عشان الصواني اللي عندي كانت كبيرة شوية. حطيت 4 كوبايات ونص من الدقيق على باكوين بودر على ذرة ملح زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. صلتوا بينا على النبي، صلتوا بينا على النبي. ورحت نازلة عليهم بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط ده، وتنيت بالمضرب اليدوي اللي عندي اجيب الخليط، اخلي الخليط يتمسك في الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، لحد الخليط ما اتماسك كله وبقى زي ما انتوا شايفين كده، لا سايب قوي ولا متماسك قوي. ورحت جايبه الصواني بتاعتي اللي انا هنعمل فيها الكيكه، ورحت دهناها بشويه سمنه وحبه دقيق، رش عليهم حبه دقيق عشان الكيكه بتاعتنا الحلوه ما تلزقش في الصينيه. ورحت صبه الكيكه في قلب الصواني زي ما انتوا شايفين كده، وده مقدار صينيتين. انت بقى عايزه تقللي الكميه، عايزه تعملي فتقللي الكميه، يعني من كل حاجه هتبقى كوبايه. خلاص يا حبايبي، خلاص. هنا بقى تنيت نهزي كده في الصينيه بتاعت الكيكه زي ما انتوا شايفين كده، وهبتها بديتين على الصينيه ودخلتها الفرن لحد ما طلعت بالجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينه دوت. بصي جمال الكيكة عامل ازاي، بصوا هشة ازاي وطرية ازاي. بجد كانت ريحتها مفحفحة الدنيا، ولا الطراوة بتاعتها قسما بالله انا من كتر حلاوتها يعني اكلت منها كام قطعة وهي لسه طالعة كده وهي سخنة، انا وزيزو. بألف هنا وشفا طبعا اللي هياكلها، وبألف هنا وشفا ليك يابا. طبعا طلباتك اوامر، ومعلش انا غيبتها عليك، فمعلش اعذرني والله. يعني كانت فترة والحمد لله عدت. فهنا بقى انا كنت بقطعها علشان اوريكم الكيكة بتاعتنا الحلوة عاملة ازاي. طبعا هي هنا الصينية كانت سخنة، حتى شوفوا انا ما كنتش عارفة امسكها ولا كنت عارفة اقطعها. جبت بقى المعلقة اللي انا بشيل بيها الكيكة زي ما انتوا شايفين كده عشان اوريكم الكيكة بتاعتنا عاملة ازاي. بصوا الجمال،
بصوا حتى المعلقة الخل مش مخلية الدقيق بتاعنا غامق، لا الدقيق بتاعنا فاتح، طرية هشة جميلة. انا هنا بقى كنت عمالة عمالة اقطع وعمالة اكل، عمالة اقطع وعمالة اكل. بصوا الطراوة بتاعتها ولا الطريان بتاعها، بجد بألف هنا وشفا للي هياكلها. يا رب يعجبكم الفيديو، وبقول لكم متنسونيش في اللايكات واشتراكات. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ومع السلامة.